كيلرز اوف ذا فلاور مون حاليا بجميع دور العرض السينمائي. اخيرا فيلم سينما بجد بدل افلام البوب كورن اللي اتهرينا منها دي. كنت مفكر انه هينزل على ابل تي في بلس، ولكن يبدو انهم بيعرضوه في السينمات الاول عشان يلم ايراداته وبعدين ينزلوه على منصة ابل تي في بلس. من اخراج العبقري مارتن سكورسيزي ومن بطولة ليوناردو دي كابريو وليلي جلادستون وروبرت دينيرو ومعاهم جيسي بليمونز وبريندن فريجر، ومقتبس من رواية بنفس الاسم للكاتب ديفيد جران، ونزلت سنة 2017. الفيلم طبعا واخد تصنيف ار ريتد، فيلم تقيل جدا على القلب، مليان مشاهد دموية عنيفة قاسية، مفهوش مشاهد خارجة قوي، بس برضو فيلم مش لكل الناس. مدته 3 ساعات ونص، فبالتالي يعني لو انتوا أسرة مصرية مكونة من أب موظف حكومي عنده شغل الصبح وأم ربة منزل ما تعرفش غير المطبخ والغسيل ومعاكم عيلين في حضانة، اسف على التنميط، ولكن ايه اللي مدخلكوا فيلم زي ده؟ احداث الفيلم بتدور في عشرينات القرن الماضي عن قبيلة الاوسيج، قبيلة امريكية هندية هجروهم بالغصب لمنطقة خاربة تماما بولاية اوكلاهوما. ولكن اذ فجأة سكان الاوسيج بيكتشفوا ان الارض الخاربة دي تحتها كميات مرعبة من البترول، ومن هنا بيعيشوا حرفيا في ثراء فاحش. بس طبعا الثراء الفاحش ده بيجذب اطماع الامريكان البيض من حولهم، وبدأ يحصل عدد مش قليل من جرائم القتل الغامضة، واشخاص كتير من الاوسيج بيموتوا، فبالتالي بيبلغوا البوليس عشان يحقق في جرائم القتل دي. فهل الشرطة هتقدر توصل الجاني، وايه تأثير الجرائم دي على قبيلة الأوسيج؟ دي القصة اللي الرواية بتحكيها. الأحداث في الرواية بتدور من منظور البوليس، من منظور مكتب التحقيقات. كل معلومة البوليس بيعرفها احنا كقراء للرواية بنعرفها معاهم. الرواية كانت بتميل اكتر انها تبقى بوليسية تشويقية، فيها اثارة، فيها مفاجآت، وده اللي مارتن سكورسيزي كان ناوي يعمله في الاول، انه يحكي الفيلم من منظور مكتب التحقيقات. وكان مقرر ان ليوناردو دي كابريو هيعمل دور ضابط البوليس اللي عمله جيسي بليمونز. ولكن اللي بيحصل انهم بيسألوا نفسهم سؤال: فين قلب القصة؟ فين الاساس اللي بتتمحور حوالين الاحداث؟ لو ان قلب القصة هو سكان قبيلة الاوسيج، ومن هنا قرروا يعدلوا السكريبت ويخلوا الفيلم يحكي الاحداث من منظور سكان قبيلة الاوسيج والناس اللي كانت بتموتهم. مارتن سكورسيزي حب انه يجسد القصة من داخل الحدث مش من خارج الحدث. ما اهتمش قوي انه يحكي لنا قصة فيها جثث ومسرح جريمة وادوات القتل وتتبع الاثار وربط الخيوط واستنتاج الحقائق. كان زمانه هيبقى عمل فيلم شبه 7، لكنه اهتم اكتر انه يحكي لنا قصة عن الطمع، الجشع، الكذب، الخيانة، قصة حب او علاقة رومانسية او علاقة زوجية قائمة على الطمع. وكمان ليوناردو دي كابريو حب انه يعمل دور إرنست بيركهارت اكتر من انه يعمل شخصية محقق او ضابط في البوليس. هل الاختلاف ده كان حلو بالنسبة لي؟ بصراحة ده مش اختلاف بسيط خالص، ده اختلاف جذري غير الجونرا بتاعت الفيلم كلها. حول الفيلم من قصة بوليسية لقصة درامية، ولحسن حظي انا بحب دراما اكتر. قصة من اجمل وامتع القصص اللي ممكن تشوفها في حياتك. بنتعرف على شخصية إرنست بيركهارت، واللي بيعمل دوره ليوناردو دي كابريو، اللي طالع من الحرب العالمية الأولى وبيروح لعمه ويليام كينج هيل اللي بيعمل دوره روبرت دينيرو، ورئيس قبيلة الأوسيج، عشان يشتغل معاه. عمه بيقوله على اسرار مهمه جدا بخصوص قبيله الاوسيج، وان هم كانوا فقراء جدا والامريكان كانوا بيعاملوهم معامله الهمج او الرعاع، وهجروهم بالعافيه لمنطقه ما يعلم بها الا ربنا في ولايه اوكلاهوما. ولكنهم كانوا محظوظين جدا بالبترول اللي تحت الارض اللي اتهجروا فيها بالغصب دي، وبداوا يعيشوا في بذخ، عربيات فارهه ومستوى معيشي مبالغ فيه جدا، وسفريات لاوروبا وكميه ضخمه من الذهب والمجوهرات. ده خلى الامريكان البيض حسوا انهم خدوا على قفاهم، حسوا ان القدر خدعهم، فبالتالي بدأوا يفكروا ويخططوا ازاي يستولوا على املاكهم وثرواتهم. بدأ يفهموا ان الامريكان البيض عينوا واصي عليهم بحجة انهم مش هيعرفوا يديروا الثروة دي، لازم حد كبير وفاهم يدير ثرواتهم. حاجة كده زي لما امك تقول لك هات العيدية حوشها لك. ومن هنا ويليام هيل بيتعين رئيس لقبيلة الاوسيج، عامل نفسه ألطف شخص يمشي على وجه الارض، ووشه مليان سماحة غير طبيعية، ولكن نواياه من أخبث ما يمكن. وكمان عرفوا الخطة اللي رسمينها عليهم واللي من خلالها يقدروا يستولوا على كل ثرواتهم. الخطة باختصار إنهم بيدمجوا العائلات ببعض، بيتجوزوا نساء القبيلة دي عشان لما يموتوا يورثوهم، وبكده يكونوا استولوا على أملاكهم من غير ما ياخدوها منهم بالغصب. وده طبعا بيفسر جرائم القتل اللي كانت بتحصل لهم. وكمان من هنا بنشوف علاقة رومانسية بتنشأ بين إرنست بيركهارت ومولي كايل اللي بتعمل دورها ليلي جلادستون، اللي هيتجوزها عشان ينفذ الخطة
اللي متفق مع عمه عليها. فطبعا زي ما انتم شايفين الفيلم من البدايه كده ومن التريلر كمان اصلا شارح لك كل حاجه، شارح لك الدوافع والمبررات، معرفك مين اللي بيخطط لجرائم القتل دي وليه بيقتل. بيقول لك ان من البدايه كده ايوه ويليام هيل هو المسؤول عن جرائم القتل دي، والسبب هو طمعوا في ثروات قبيلة الأوسيج. 3 ساعات ونص من الملحمة، ما حسيتش خالص انهم كانوا 3 ساعات ونص. مجرد ما دخلت جوه الفيلم حسيت اني وايرد ان 3 ساعات ونص طاروا في الهواء just like that. كل ثانية في الفيلم مهمة وضرورية. مفيش أي مشهد في الفيلم حسيت إنه ملوش لازمة، أو لو اتشال من الفيلم ما كانش هيتأثر. الحاجة اللي كنت خايف منها شوية هي النهاية. كنت خايف إن الفيلم ينتهي بنهاية تبوظ كل العظمة اللي شفناها، ولو ده كان حصل فعلا كان الفيلم هينزل من نظري بشكل رهيب. ولكن الحمد لله النهاية من أعظم ما يمكن، من أكتر النهايات البيرفكت كعادة مارتن سكورسيزي. الراجل ده عبقري جدا بجد. الفيلم بينتهي بداون فول ومن ثم افتر ماس، والافتر ماس في الفيلم ده عظيم. الفيلم له اكتر من طابع مختلف. ممكن تحس انه فيلم وثائقي او تاريخي شويه، بيحكي احداث حقيقيه، حاجه كده زي فيلم فايس او فيرست مان. ممكن تحس انه فيلم ويسترن لابسين قبعات كاوبويز وحقبه زمنيه امريكيه قديمه. وممكن تحسه فيلم موبستر او مافيا، فيلم جريمه وعصابات، وخصوصا في مشاهد جرائم القتل والتصفيات اللي الفيلم مليان بيها. ودي حاجه مارتن سكورسيزي شاطر جدا فيها باعتبار انه ملك افلام الجريمه والعصابات. ولكن الحقيقه ان الفيلم هو عبارة عن كل دول مع بعض. الفيلم ويل بيست او محبوك بشكل ممتاز، ودي حاجة مش سهلة ابدا انك تعمل كل ده في فيلم واحد. ده بيحتاج كتابة واخراج على اعلى مستوى. كنت نزلت فيديو هنا على القناة عن اعلان الفيلم، هسيب لكم اللينك بتاعه في الاي اللي فوق، وقلت فيه ان كنت حابب اخوض تجربة مختلفة. قررت اني عاوز اقرأ الرواية اللي مقتبس منها الفيلم قبل ما ادخل اشوف الفيلم. كنت حابب اختبر فكرة اني اشوف فيلم اوريدي قريت الرواية بتاعته واشوف التجربة هتبقى عاملة ازاي. هل هتخليني احب الفيلم اكتر ولا هتخليني احس ان الفيلم ملوش لازمة؟ ولقيت انها فرصة ممتازة جدا اني ابدأ بفيلم مارتن سكورسيزي، ودي حاجة اول مرة اعملها في حياتي، لاني عموما واحد ما بيقراش كتب، ما عنديش خلق القراية. اقدر وبكل تأكيد اقول بعد قراية الرواية وبعدها مشاهدة الفيلم حرفيا حاسس ان ده افضل فيلم في التاريخ. ده افضل فيلم مارتن سكورسيزي، فيلم عمري ما هنساه ابدا. قاعد بتفرج عمال بقارن بين الاحداث في الفيلم والاحداث اللي عشتها في الروايه. حرفيا تجربه سينمائيه روائيه ميكس كده خلتني احب الفيلم جدا. حقيقي مبسوط ان نتيجه التجربه دي كانت ايجابيه. لكن طبعا انا عارف ان الفيلم مش افضل فيلم في الدنيا ولا حاجه. التجربه الايجابيه مش هتعميني يعني. بالمقارنه مع افلام مارتن سكورسيزي القديمه الفيلم ده ما يعلاش عن جود فيلس، ما يعلاش عن تاكسي درايفر، ما يعلاش عن ذا ايرش مان. بالنسبه لي ممكن اقول انه في نفس مستوى وولف اوف وول ستريت. اداءات تمثيليه ممتازه من جميع الممثلين بلا استثناء. الفيلم ده هيترشح لكميه جوائز اوسكار مش طبيعيه، مما يجعله في منافسه مباشره وشرسه مع فيلم اوبنهايمر. ليوناردو دي كابريو ضد كيليان ميرفي، روبرت دينيرو ضد روبرت داوني جونيور، ليلي جلادستون. بالنسبة لي الأداء الأفضل في الفيلم كاملا. بتمثل بعينيها فقط، تقدر تشوف مشاعرها وأفكارها كلها من عينيها. أداء أوسكاري طبعا بكل تأكيد. ليوناردو دي كابريو عامل أداء كويس، ولكن بصراحة مش أحسن من أدائه في فيلم ذا ريفننت اللي خد عليه أوسكار. بس عجبتني فكرة الصراع الداخلي في شخصيته، انه طماع ونيته شريرة وعاوز يستولي على فلوس مراته عشان دي هي الحاجة اللي متفق مع عمه عليها، وفي نفس الوقت هو بيحبها، بيحب مراته ودايما موجود من اجلها في اصعب واشد المواقف. يعني ما كانش اكتر اداء مقنع يوريك صراع زي ده بالنسبه لي، ولكن عمل اللي عليه. يعني انا شايف ان اداؤه كان بيخدم الفيلم لكن مش بيخدمه هو كممثل. يعني روبرت دينيرو كالعاده عظيم، شغال بنفس الشخصيه اللي هو بيعرف يعملها، الجانجستر او المجرم. حسيت اني بشوف نفس الشخصيه اللي شفتها في فيلم كاسينو. ده طبعا ما يعبوش، انا مش بقول ان هو بيكرر نفسه، بالعكس ده اللي بيميزه. جيسي بليمونز ما جاش كتير، ما اظنش انه ممكن يترشح. بريندون فريجر بصراحه اداؤه عجبني جدا. اوفر ذا توب، ناس كتير قالت ان اداؤه اوفر ذا توب او يعني مبالغ فيه. انا برضو شايفه اوفر ذا توب، بس جامد. صوته جامد، انفعالاته جامده، ظهوره جامد. ما اظنش انه هيترشح لاوسكار لانه ما جاش كتير برضو، ولكن كان اضافه حلوه جدا للفيلم ده. مش محتاج خالص اتكلم عن الاخراج والصوره السينمائيه والتصوير والكادرات والفريمات والازياء والديكورات والاضاءه الناعمه اللي الفيلم بيتميز بيها والمونتاج بتاع الفيلم. الفيلم تحفه سينمائيه حرفيا، مش بس بمعايير النهارده لكن بمعايير تاريخ السينما كامله. حتى مشاهد الاكشن وضرب النار والدم متنفذه بشكل من كتر ما هو واقعي
كنت بقعد افكر الناس دي بتعمل الحاجات دي بالشكل ده ازاي. بصراحه مش بشوف ان ده ابداع من المخرج، اكتر ما بشوف انه لازم يبقى فيلم جودته عاليه، لانه اولا معمول بميزانيه ضخمه 200 مليون دولار، وثانيا فيلم المخرج تقيل زي ده وممثلين اوسكار وينرز زي دول، لازم شركه الانتاج تتعاقد مع انضف صناع افلام في امريكا. هات يا ابني افشخ سينماتوجرافر وافشخ مونتير وافشخ مايسترو يعمل موسيقى تصويريه، نعمل بيهم فيلم. الموسيقى التصويريه في الفيلم ده من اروع ما يمكن، تقريبا نفس الستايل اللي بيميز فيلم ذا ايرش مان. موسيقى كده شغاله في الخلفيه تم 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 باستمرار لمده تقريبا 10 دقائق كده، واحداث ورا بعضها. حرفيا قاعد حاسس اني محبوس جوه صندوق مش عارف اطلع منه. المونتاج الخرافي دي كلها مع الموسيقى التصويريه في الفيلم حرفيا هيخلوك مش قادر تركز في اي حاجه تانية. فيلم من اجمل الافلام اللي مارتن سكورسيزي عملها في حياته المهنيه، فيلم من امتع الافلام اللي ممكن انت كمشاهد تشوفها في حياتك، وفيلم من اهم الافلام اللي محتاجين نشوفها، محتاجين ندرسها نحللها نركز عليها. فيلم طالع من القلب، تحس ان مارتن سكورسيزي حاطط فيه كل ما عنده من مشاعر، عنده تقدير رهيب لسكان الاوسيج دول، عنده احترام ليهم ولثقافتهم وتاريخهم ومعتقداتهم. اقدر اقول ان الفيلم ده احسن من اوبنهايمر شويه بالنسبه لي، ممكن ده بسبب التجربه المختلفه اللي انا خضتها معاه، ممكن قرايتي للروايه خلتني اقدر الفيلم اكتر. ولكن عموما اوبنهايمر انا عارف انه فيه تعقيدات اخراجيه وتمثيليه اكتر من كيلرز اوف ذا فلاور مون بكتير. يعني يمكن اللي انا متاكد منه ان كيلرز اوف ذا فلاور مون مش هيستقبل نفس الاستقبال اللي استقبله اوبنهايمر. هو فيلم طويل، اطول من اوبنهايمر كمان 3 ساعات ونص، ولكن اوبنهايمر الناس دخلت ما فهمتش حاجه، طلعت قالت عليه فيلم وحش وطويل وممل. كيلرز اوف ذا فلاور مون ممتع 3 ساعات ونص، بس الناس هتحس انه 2.5 ساعات، حتى لو الناس دي مش عميقه، حتى لو سطحيين بشكل كبير، الفيلم برضه هيعجبهم. انا شايف كده لانه فيلم مفهوم مش معقد زي اوبنهايمر، من البدايه اصلا انت فاهم ايه اللي بيحصل، فده اللي مخليني حاسس شويه ان الفيلم ده مش هيستقبل او هيستقبل اراء ايجابيه اكتر من اوبنهايمر، او على الاقل هنا في مصر او بالنسبه للعرب. يعني لان ملاحظ ان اغلب المشاهدين الامريكيين عندهم تقدير رهيب لاوبنهايمر برغم التعقيدات اللي فيه. من الاخر انصح بكل تاكيد بمشاهده فيلم كيلرز اوف ذا فلاور مون، تجربه سينمائيه وبالنسبه لي روائيه من امتع ما يمكن، واحد من الافلام اللي عمري ما هنساها، وتقريبا هضيفها في قائمه افضل 10 افلام شفتها لمارتن سكورسيزي في حياتي. تقريبا هكيك ذا افيتور واحط بداله الفيلم ده. مستني جدا فيلم نابليون لواكين فينيكس وفيلم بور ثينجز لايما ستون، عشان يبقى عندنا لحد دلوقتي 4 افلام السنه دي هينافسوا بعض بشكل شرس في الاوسكار. حاسس انها هتبقى مدعكه جامده قوي في الاوسكارز اللي جايه. فيلم ذا كيلرز اوف ذا فلاور مون تقييمي ليه 10 من 10. طبعا ما اظنش اني اصلح اني اكون شخص يقيم فيلم لمارتن سكورسيزي، انا بعتبر نفسي اصلا من القله المحظوظين جدا انهم عايشين في الفتره الذهبيه دي اللي فيها قدروا يدخلوا سينما ويتفرجوا على افلام من صنع مارتن سكورسيزي وليوناردو دي كابريو وروبرت دينيرو. يعني I feel انه it's an honor to me او it's a privilege اني اشوف العظماء دول على الشاشه اصلا. يعني اعتقد ان دي فتره ذهبيه ممكن الاجيال اللي بعد كده تفتقدها. يعني ان شاء الله كده لما اتجوز واخلف هقول لاولادي انا على ايامي كنت بتفرج على افلام عظيمه من صنع العبقري القدير الراحل مارتن سكورسيزي والراحل روبرت دينيرو. انا مش عارف ليه بفول عليهم، ربنا يديهم طول العمر ان شاء الله. وبس كده، دي كل حاجه عندي الفيديو ده. لو اتفرجتوا على الفيلم قولوا لي ايه رايكم فيه، وما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.